يلا بينا النهارده هنعمل كوردون بلو او الفراخ المحشيه بالجبنه واللانشون. عندنا الاول هنتبل الفراخ. عندنا هنا معلقه ونص ملح، معلقه صغيره فلفل، نص معلقه شطه، توم باودر معلقه صغيره، بصل باودر معلقتين صغيرين، بابريكا معلقتين صغيرين، كاري معلقتين صغيرين، وعندنا ليمونه. هنحضر الاول التتبيله وبعدين نتبل الفراخ. نحط الليمونه كلها، معلقه خل، ومعلقه زيت، وهنحط حبه ميه صغيرين خالص، حبه ميه صغيرين خالص، يعني معلقتين تلاتة مثلا. ولا بقى نعمل بصل، ولا التتبيله دي حلوه وسريعه وفي نفس الوقت بتخلي الفراخ تتبل بسرعه. ممكن تعمليها من بالليل، ممكن عايزه تتبلي ببصل براحتك، برضو عايزه تتبلي ببصل وبصلايه وطماطمايه وتضربيهم في الخلاط برضو، وتحطي التوابل اللي انت متعوده على ملح وفلفل بقى، وتحطي اللي انت عايزاه، التوابل اللي انت متعوده عليها عادي في البانيه. بس التتبيله دي بتطلعها حلوه قوي برضو. الفراخ متقطعه رفيع عشان تستوي من القلب، عشان ما تبقاش نيه من القلب. كده خلاص تبلت الفراخ كلها. هنسيبها بقى مثلا ساعة ساعتين، وبعدين بقى نرجع تاني عشان نحشيها مع بعض كده ونشوف هنحشيها ازاي. خلاص سيبنا كده الفراخ اتبلت شوية. نحضر بقى الحشو بتاعها. عندنا هنا طبعا البيض، عندنا بيضتين وحطيت عليهم لبن وملح وفلفل. وهنا عندنا بقسماط. خلطة البقسماط بقى انا بحط له ايه، بجيب من العطار سايب، بجيب نص كيلو بقسماط وربع كيلو فيجيتار وربع كيلو كريسبي. انا حطيت هنا دلوقتي الفيجيتار على البقسماط، وهجيب الكريسبي احطه عليه. طبعا دي مش كل الكميه اللي انا جبتها، يعني ربع كيلو على نص كيلو بيدوا كميه كبيره، بس الكريسبي بخليه لوحده عشان احطه كده في الاخر، بيبقى مقرمش وجميل، بيتجاب سايب من عند العطار برضو. نقلبهم بقى كلهم على بعض. خلاص كده يلا بقى نبتدي نحشي. جبنه هنا جبنه شيدر، وجبنه عايز اي نوع بقى، لانشون، لانشون فراخ ماشي، لانشون رومي ماشي، بيفي ماشي، اي نوع لانشون عايزه تحشي بيه براحتك اللي انت عايزاه. يلا نبتدي بقى نحشي. ناخد بقى نشيل شويه كده من التتبيله.
هناخد بقى حتة جبنة وحتة لانشون. انا حاطه لكم نوعين لانشون عشان يعني تبقوا عارفين ان هي بتمشي باي نوع، اي نوع عندك. نروح لفينها كده بس، ننزلها في البيض. هيجي حتة الجبنة وهيجي حتة اللانشون ونلفها كده. اهم حاجة تكونوا مقطعين الفراخ رفيع عشان قلبها يستوي، متبقاش ناية من جوه. مش هتفك لما نقفلها بقى بالبيض كويس ونغطيها كويس قوي بالبقسماط، مش عمرها ما هتفك مننا. هحشي واحدة من ده كده. هكمل بقى حشو بقية الفراخ كلها وارجع لكم. خلاص كده حشيت كل الفراخ. يلا بقى احنا نطلع الاول اللي حطيناهم في البيض دول. لفيناها كده في كل الجوانب. البيض يغلفها اهم حاجة عشان البقسماط يلزق فيها. اهم حاجه نغلفها كويس قوي بقى علشان ايه ما تفكش مننا، ونضغطها كده. نقفلها كويس. وفي ناس بتحط لها خله، بس لا مش مستاهله. لما نكون مسخنين الزيت كويس قوي وقافلينها بالبيض والبقسماط كويس مش هتفتح مننا. وما نقلبهاش خالص غير لما تتحمر من الناحيه واحده. اول ما تتحمر من ناحيه نبقى نقلبها. وبعدين هنعمل ايه كمان بعد كده؟ هنحطها شويه في التلاجة. لما بنحطها في التلاجة بقى بتمسك نفسها كمان زياده. هوريكم مره كمان وبعد كده هكمل وارجع لكم. نخليها تاخد بيض كويس قوي من كل الجوانب. بصوا دي عشان صغيره فتلاقوا الجبنه باينه. نقفلها بقى كويس، نقفلها كويس بالبقسماط. نضغط عليها كده ومن الجناب كمان. كده خلاص خلصت كل الفراخ وولعت بقى على طاسه الزيت عشان تسخن. لازم يكون الزيت سخن عشان ما يفكش مننا. يلا بقى نروح نقلي كده ونشوف. يلا بينا. الزيت سخن
وطيت النار سنه كده يعني عشان ما تبقاش عاليه قوي، علشان ندي الفراخ فرصه تستوي من جوه كمان. بعد ما الزيت سخن وطيت النار سنه، مش وطيناها خالص. يلا فاكرين الطاسه اللي احنا نضفناها مع بعض؟ هي دي. هنحط بقى الفراخ على ناحيه واحده بس. لما تتحمر من الناحيه دي هنقلبها. شويه عشان نديها فرصه تستوي من جوه، مش تبقى متحمره من بره وقلبها لسه نايم. وانا مقطعاها كمان رفيع هتستوي بسرعه. بصوا لما الناحيه بتتحمر خلاص عمرها ما بتتفتح، لكن نقلبها وهي لسه ما اتحمرتش هتفتح مننا على طول. بنحط شبكه كده زي ما انتم شايفين، انا حاطه شبكه عشان لو حطيناها في طبق على طول او على مناديل هترطب. احنا عايزينها تفضل مقرمشه. بصوا دي عشان لسه ما اتحمرتش حلو فتحت مني وانا بقلب. نعلي بقى النار شويه عشان خلاص قربنا نطلعها. نعلي النار شويه عشان ما تبقاش طريه، تبقى مقرمشه من بره. كده خلصنا الكوردون بلو. عايزه اوريكم ان هي استوت من جوه برده زي من بره. قطعه واحده كده بس هي لسه سخنه. بصوا بقى الجبنه سايحه والفراخ استوت. ريحتها مش هقول لكم خطيره والله، لازم تجربوا. ريحتها مش هقول لكم ان هي حلوه، لا لازم تجربوا عشان تعرفوا قد ايه هي طالعه فظيعه. بصوا الجبنه بقى، بصوا شايفين الجبنه عامله ازاي ساحت، واللانشون استوى جواها، والفراخ الحمد لله استوت مفيش حاجه نيه. اهم حاجه نخلي الزيت الاول سخن عشان الفراخ تاخد الصدمه كده من بره وتقفل، ما تفتحش مننا، وما نقلبهاش خالص غير لما الوش الاولاني يتحمر. عشان زي ما شفتوا كده في واحده فتحت مني عشان كان وشها ما اتحمرش. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وما تنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. ولو حد عنده افكار او اي حد حابب يسال عن اي طريقه حاجه يكتب لي في الكومنتات. ولو عندكم افكار وصفات الايام الجايه نعملها قولوا لي. يا رب تكون عجبتكم الكوردون بلو.